معانا الدكتورة أمنة نصير أستاذة الفقه بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب. كل سنة وأنت يا دكتورة، سنة وأنت طيبة. وحضرتك بالصحة والسلامة. أنا أستاذ الفلسفة والعقيدة مش الفقه لو سمحت. أي أهلا بقى، ماشي. أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا فندم، أهلا بحضرتك. كل سنة وأنت طيبة الأول. كل سنة وأنتم طيبين ومصر طيبة يا رب العالمين. خير على كل الشعب من كبيره إلى صغيره، اللهم اجعلها أيام خير وبركة على الكل. آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. بقى موضوع الفتاوي اللي احنا بنسمعها اليومين دول، وقال لك التلفزيون حرام وإبليس واللي هو ابن الحويني. والله أنا ليا كده الأول تحفظ. اتفضلي. يا ليت أقوال هذه الأقوال النشاز التي تصدر من قبل هؤلاء الناس تهمل. صح. لأنهم هم يقصدون بهذا أنهم كما يقال حتى لا تغيب الشمس عنه. مظبوط. أدي أولا أنا بتحفظ إن نشغل الناس بهذا الأمر. نأتي بقى بأن يعني عندما يطلب صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أنهم روحوا عن القلوب فإنها إن كلت عميت. فالترويح عن القلب والترويح عن النفس وإعطاء البدن شيء من متع الحياة الغير محرمة والترويح عنها، هذا نوع من يعني بعث الحيوية الدائمة للنفس. وأنا عايزة أقول لك حديث. عندما يعني دخل رهط، والرهط ده فوق 3 وأقل من 10 إلى بيت النبوة، وأخذوا يسألون عن صلاته وعن صومه وعن تعبده، فكأنهم شوف بقى النطاعة استقلوها. وقال أحدهم إني أصوم ولا أفطر، وقال الآخر وإني أصلي ولا أنام، وقال الثالث وإني لا أتزوج النساء. هنا صلى الله عليه وسلم عندما سمع قول هذا الراهب صعد على منبر مسجده الشريف وقال والله إني أخوفكم من الله، وإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء وأحب من الطعام اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. المغالاة والتعمق الذي يرفضه صلى الله عليه وسلم من قبل من أظهروا هذا الأمر أمامه. لا بد لهؤلاء الناس إذا أرادوا أن يكون أناس مسلمون متوسطون يعرفون قيمة ووسطية هذا الدين الذي جاء ختام لرسالات السماوات. كانت النبوات عندما يتعمقوا أو يخطئوا يأتي من يصلح لهم أو يصوب لهم. الآن ما عادش عندنا أحد يصوب لنا. الذي يصوب ورثة الأنبياء ألا وهم العلماء أهل الاختصاص وليس المتطرفون مثلما أراه من هذه الأقوال الغير قويمة. للإنسان يا أيها المسلمون جميعا روحوا عن القلوب بما لم يحرمه الله، روحوا عن النفس ساعة وساعة ووقت ووقت، لأن النفس إذا كلت عميت. والصوم لا مانع أنك تختار وتنتقي مسلسل يكون فيه الخير أو يكون فيه يعني نوع من التصويب للأخطاء البشرية والإنسانية، ولا داعي بأننا نغلق الحياة أمام الناس في هذا الشهر الفضيل. بشروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، يرحمكم الله. يا رب العالمين. أشكر الدكتورة أمنة نصير أستاذ الفلسفة والعقيدة وعضو مجلس النواب. كلام جميل. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني احنا هنتابع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ولا نتابع بعض الأقاويل الغريبة اللي بنسمعها والتشدد والتعقد وطلعك دايما عندك هزة نفسية وضعيف؟ ليه؟ والصوت العالي هو الحل. يعني يا ريت كده فعلا زي ما الدكتورة أمنة قالت الأخبار دي حتى لو اتقالت ما نهتمش بيها. المواقع الاجتماعية بلاش، حتى لما بتاخد البوست تتريق عليه بيعمل انتشار.
ففعلا افضل حاجه سواء في الفيسبوك او في النت او في التلفزيون، الاخبار دي يا ريت نتلاشاها، لا قيمه لهم، احنا تبع النبي صلى الله عليه وسلم فقط لا غير. والله انا ليا كده الاول تحفظ. اتفضلي. يا ليت اقوال هذه الاقوال النشاز التي تصدر من قبل هؤلاء الناس تهمل. صح. لانهم هم يقصدون بهذا انهم كما يقال حتى لا تغيب الشمس عنه. مظبوط. ادي اولا انا بتحفظ ان نشغل الناس بهذا الامر. ناتي بقى بان يعني عندما يطلب صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام انهم روحوا عن القلوب فانها ان كلت عميت. فالترويح عن القلب والترويح عن النفس واعطاء ثالث واني لا اتزوج النساء. هنا صلى الله عليه وسلم عندما سمع قول هذا الراهب صعد على منبر مسجده الشريف وقال: والله إني أخوفكم من الله، وإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء وأحب من الطعام اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. المغالاة والتعمق الذي يرفضه صلى الله عليه وسلم من قبل من أظهروا هذا الأمر أمامه. لا بد لهؤلاء الناس إذا أرادوا أن يكون أناس مسلمون البدن شيء من متع الحياة الغير محرمة، والترويح عنها هذا نوع من يعني بعث الحيوية الدائمة للنفس. وأنا عايزة أقول لك حديث عندما يعني دخل رهط، والرهط ده فوق 3 وأقل من 10 إلى بيت النبوة، وأخذوا يسألون عن صلاته وعن صومه وعن تعبده، فكأنهم شوف بقى النطاعة استقلوها. وقال أحدهم: إني أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: وإني أصلي ولا أنام، وقال معنا الدكتورة أمنة نصير أستاذة الفقه بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب. كل سنة وأنت يا دكتورة، سنة وأنت طيبة. وحضرتك بالصحة والسلامة. أنا أستاذ الفلسفة والعقيدة مش الفقه. أي أهلا بقى. ماشي. أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. كل سنة وأنت طيبة الأول. كل سنة وأنتم طيبين ومصر طيبة يا رب العالمين. خير على كل الشعب من كبيره إلى صغيره، اللهم اجعلها أيام خير وبركة على الكل. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. حاجة بقى موضوع الفتاوي اللي احنا بنسمعها اليومين دول، وقال لك التلفزيون حرام وإبليس واللي هو ابن الحويني. متوسطون يعرفون قيمة ووسطية هذا الدين الذي جاء ختام لرسالات السماوات. كانت النبوات عندما يتعمقوا أو يخطئوا يأتي من يصلح لهم أو يصوب لهم. الآن ما عادش عندنا أحد يصوب لنا. الذي يصوب ورثة الأنبياء ألا وهم العلماء أهل الاختصاص وليس المتطرفون مثلما أراه من هذه الأقوال الغير قويمة. للإنسان يا أيها المسلمون جميعا روحوا عن القلوب بما لم يحرمه الله، روحوا عن النفس ساعة وساعة.